كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن سوريا سرعت وضاعفت مع بدء الاحتجاجات الشعبية فيها في آذار الماضي من وتيرة إمدادها لحزب الله بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ البالستية المتطورة، في خطوة من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. الصحيفة ذكرت أن الحزب تسلم من السوريين حتى الآن 10 دفعات من صواريخ سكاد التي تحمل طنا من الرؤوس الحربية دقيقة التصويب، والتي يصل مداها إلى نحو 700 كيلومتر، وتغطي إسرائيل والأردن ومناطق شاسعة من تركيا. كما حصل الحزب وفق التايمز على صواريخ أرد من طراز M600 القريبة من صواريخ فاتح 110 الإيرانية التي يصل مداها إلى 250 كيلومترا. ونقلت الصحيفة عن مقاتل في حزب الله قوله ممازحا أن حجم شحنات الأسلحة التي تدخل لبنان في هذه المرحلة كبير لدرجة أن لا مكان لوضعها، فيما أعلن آخر أن هذا الإجراء كان طارئا وبإمكان الحزب أن يعيد الأسلحة إلى سوريا عندما تهدأ الأمور. إلى ذلك كشفت التايمز في المجال عينه أن دمشق وبمساعدة خبراء من إيران وكوريا الشمالية ماضية في تطوير صواريخ في موقع سري يلقب بمدينة الصواريخ في جبل تقسيس قرب حماة، يديره مركز الأبحاث والدراسات العلمية في دمشق المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.